هذا انتهى وقته في الحرب العالمية الثانية. هذه هي الأمم، هي 190 أمة. هذه هي الأمم المتحدة مع بعضها، وليس مجلس الأمن اللي في القاعة هذه 10 أنفار. أي ديمقراطية هذه؟ أي أمن؟ كيف نطمئن على السلام العالمي إذا كان مصير بيد 10 وسيطروا عليهم 4 أو 5 وتسيطر عليهم دولة واحدة بعد ذلك، ونحن 190 أمم موجودين هنا مثل حديقة هايد بارك. ديكور، أنتم عاملينكم ديكور، تخطب وتمشي. هذا أنتم، وبالتالي لا يسمى مجلس أمن، مجلس رعب. فيتو والمقعد الدائم لمن يملك القوة هذا جور شنيع وأرهاب لا يمكننا أن نتحمله بعد الآن وأن نعيش في ظله. والدول الكبرى عندها مصالح متشعبة في العالم وبتستخدم الفيتو وتستخدم مجلس الأمن وتستخدم قوة الأمم المتحدة لحماية مصالحها. هذا أرهب العالم الثالث. العالم الثالث مرهوب الآن، يعيش تحت الأرهاب. مجلس الأمن منذ قيامه عام 45 حتى الآن لم يوفر لنا الأمن، بل وفر لنا العقوبات والرعب. يستخدم ضدنا فقط. لهذا نحن غير ملزمين بإطاعة قرارات مجلس الأمن اعتبارا من هذا الخطاب الأربعيني. مش عارف هو في الجهة هذه ولا في الجهة هذه. وين يا علي؟ هو من هنا. في أي جهة يا علي مجلس الأمن؟ هنا في الجهة هذه. مجلس الأمن الذي هو في القاعة هذه يصبح معزول. مجلس الأمن مسلط علينا، وكالة الطاقة الدولية مسلطة علينا، محكمة العدل الدولية مسلطة علينا، وهم في إمام منها. هذه ما هي أمم متحدة، هذا ما هو عدل، هذا ما هو أمن، هذا مرفوض. كانت المحكمة مسلطة علينا احنا، هذه المحاكم نرفضها، ما عادش نعترف بها. أما نخضع لها كلنا، وإلا احنا ما نعترف بها. كل واحد كبيرنا وصغيرنا لازم يخضع لمحكمة الجنايات الدولية. إذا ارتكب نفس الفعل يحال لهذه المحكمة. احنا ما حيوانات زريبة يذبحونا بالعيد كما يشاءون. احنا أمم عندها الحق أن تعيش بجدارة فوق الأرض وتحت الشمس، ومستعدة تقاتل وتموت وتحنا ولا تعيش تحت هذا الوضع. احنا ما حيوانات مربوطين خربان. احنا بندافع عن وجودنا وعن أنفسنا وعن أولادنا وعن أحفادنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما خايفين. إياك نعبد وإياك نستعين. احنا عندنا حق في الحياة، الكرة الأرضية هي ما يخصوا هذه الدول الكبرى. صنع ربي لنا كلنا. نعيش بها لله أبدا. جربونا.